السلام عليكم، نتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نفصلوا جلابه مخزنيه بالكتيفات السطايحين باسهل طريقه. كيف ما شفتوا كاينين جوج طريقات باش نفصلوها. هنايا حطيت الثوب على واحد وكنديروا كناخذوا دوره الصدر ديالنا وكنزيدوا عليها 3 ديال السنتيم. ها انا غنقول لكم علاش زدناها. كنطيحوا الكتف ب4 ديال السنتيم، كناخذوا من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه هذا. صافي هنايا دورة الصدر كنطراسي هنايا من لهنا لهنا، كنهبطوا بالتركيز اللي هو تيكون دورة الصدر. غادي نهبطوا فين ما جاني غادي نطراسي. راه ديجا انا مطراسيه حتى بديت الفصاله، عاد قلت نبارطاجي معكم هذا الفيديو. هنايا غادي نهبطوا ب10 ديال السنتيم العنق ديالي وغادي ندخلوا ب8. غادي ناخذ البيستولي وغادي نطراسي التقريره ديال العنق. راني ما دايره لا مونتاج لا تسريع في المونتاج لا حتى شي حاجه. الفيديو راه هكا على حقيقته باش يبان لكم كلشي واضح. هنايا غادي نقاد غير هذا العنق مع الكتف، ما عنديش مقاد غادي نقادو صافي. هذا هو الكتف ديالي. هنايا هبطت بدوره الصدر اللي هي التركيز. ديك 3 سنتيم اللي زدتها قبيله في دوره الصدر كنديروا دوره الصدر زائد 3، ها هي دخلت بها هنايا. هذا هو خرجتها في الكم، ها انا دخلت بها هنايا باش يتقاد ليا دوره الصدر. صافي هذا هو اللي كاين. كيف ما شفتوني قبيله كنت حاطه الثوب على واحد، شرحت لكم الطريقه اللي السيده عامره وكتبغي دير الدوره ديال الحوض ديالها تفصل الثوب على واحد، ولكن السيده الفورمه ديالها عاديه غادي تحط الثوب على 4 وغادي تفصل 4 الطرف، يعني الوجه والظهر في دقه واحده. ها هو الثوب طويتو على 4. صافي هنايا السيده يعني من العبارات كنعرفوا شنو، واش غادي نفصل الثوب على واحد او لا على جوج باش نفصل الظهر والعنق. هنا الظهر والوجه عفوا. هنايا كيف ما شفتوني هبطت 3 سنتيم باش ما ننساش التقريره، لانه كنفصل الوجه والظهر في دقه واحده. صافي هذا هو اللي كاين. صافي غادي نشد، غادي نهبطوا نيشان الجلايل من لهنا. ثوب على 4 غادي نهبط، يعني العرض ديال الثوب كامل كنستغلو، وغادي نهبط نيشان الجلايل. وضروري الفتيحات خصهم يكونوا في الجناب. صافي بهذا الشكل هذا. وهي يعني الطريقه ديال الفصاله ديالها سهله سهله سهل حتى من البياسه، سهل عفوا حتى من الجلابه العاديه. اسهل فصاله هي فصاله الجلابه مخزنيه، سهله بزاف بزاف. صافي ها انا فصلت دابا وجهها وظهر في دقه واحده. الثوب محطوط على 4. صافي غادي نقطع دابا بالمقص. 4 ديال الثواب تيعذبوا في التقطاع، وانا ما دايرهش معكم المونتاج. صافي غادي نقطعوا البياسه كامله.
وهنايا غادي نجروا الوجه عندنا وغادي نقطعوا التقريره ديال الضوفات. وبالنسبه للكم ديالي كيف ما شفتوه هبطت بديك 14 ديال سنتيم ديال قاعده اللي كتكون في الكم العادي وحتى في الكم ديال الجلابه مخزنيه. حطيت الثوب على 4 ديال الطراف من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه، كانت راسي التركيز ديالي اللي ديجا عبرته فاش فصلت البياسه. كنعبروا التركيز شحال عندي فيه، كنحطو تما، كنهبط بالطول ديال الكم وكنطراسيه طول بطبيعه الحال زائد 2 سنتيم ديال الخياطه، وكنخرجوا براس الكم. دائما تنقولها اللي بغى يعرف الطريقه كي كندير ناخذ العبارات وكي كندير نقسمهم باش كيخرج لي يعني البياسه تجيني عباري سور ميزور، غادي ترجعوا للفيديوهات الاولين راني مبارطاجيه معكم كيفاش. صافي ما كناخذوش الدوره ديال العرض لكم، لا صافي راس الكم نيشان كنديها لعند التركيز لانه جلابه مخزنيه كتبقى الفصاله ديالها شي شويه واسعه. صافي كنقطع الكم ديالي. وهنايا حتى فصلت القب عاد قلت نبارطاجيه معكم. هذا قب ديال الزواق، من لهنا لهنا كنهبطوا ب50، من لهنا ب10، من لهنا ب7، من لهنا لهنا كنطلعوا ب10، من لهنا لهنا 25 سنتيم، من لهنا لهنا 30 سنتيم، عفوا 35، من هنا لهنا 30، من لهنا انا كنقسمها على جوج كنطلع بسنتيم. كنقاد هاد التقريره هادي صافي وكنقطع بالمقص. هذا قب ديال الزواق كيجي حتى هو زوين وتيجي مفيني بالنسبه للبياسه اللي كنكونوا دايرين فيها الزواق. ونتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى نكون تنفيدكم بشي حاجه اللي بطبيعه الحال غادي تفيدكم. والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.